الراجل يدخل كشك تليفون احمر وهو مش واخد باله ان باب الحديد اللي وراه بيقفل واحده واحده، يحط عمله معدنيه في الفتحه علشان يعمل مكالمه، بس يكتشف ان التليفون بايظ ومش بيرن خالص، يكون خسر دولار فيتضايق شويه، بس هو ما يعرفش ان المشكله الحقيقيه لسه هتبدا. لما يجي يطلع يلاقي باب الحديد مش راضي يفتح، يتلخبط ويفتكر ان ده مقلب سخيف من حد طفل حبسه شويه. الشمس تضرب فيه بحرارتها والحر يزيد عليه واحده واحده ويخليه متعصب. لحسن الحظ يعدي 2 موظفين مكاتب من قدامه، الراجل بسرعه يخبط على الازاز ويطلب مساعده، هما يشوفوه ويقربوا، بس صوته كله محبوس جوه الكشك ومش سامعينه. بالاشارات يفهموا قصده، الاتنين يشدوا في الباب من بره وهو يزق من جوه، كلهم يحاولوا يفتحوه. بعد شويه باب الحديد برضه ما يتحركش. ساعتها الراجل يلاحظ ان التصرف ده لما ناس فضوليين حواليه، الاتنين اللي بره يبصوا في ساعتهم علشان وراهم شغل ولازم يمشوا، ما يقدروش يعملوا اكتر من كده ويمشوا. الراجل يفضل متفائل ويبتسم ويودعهم بايده. بعد وقت قصير الناس تزيد اكتر واكتر، عمال توصيل يقفوا يتفرجوا، موظفين رايحين شغلهم يقفوا بدافع الفضول، الكل عايز يعرف ايه الحكايه دي. الفرجه توصل كمان لراجل مفتول العضلات. الراجل القوي بعد ما يفحص كشك التليفون بسرعه يقرر يشد باب الازاز، قوته رهيبه، ومع كده حتى لما يستخدم كل قوته لدرجه انه يكسر مقبض الباب برضه ما يفتحش. الناس تنفجر ضحك على المنظر العبثي ده، حتى الراجل المحبوس نفسه يبتسم غصب عنه. الراجل القوي يرفض يستسلم ويحب يثبت نفسه، ياخد مسافه ويجري ويحاول يكسر الازاز بجسمه. الراجل اللي جوه يفتكر خلاص هيتنقذ، لكن بعد محاولات فاشله الناس تضحك تاني. الراجل القوي يحس بالاحراج ويمشي.